ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. اللي اول مره يشوفني اشترك في القناه، يفعل زر الجرس ويضغط على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. حطوا لايك يا جماعه، مش تخسروا اي حاجه لو حطيتوا اللايك. النهارده بقى حبيت اجيب لكم اسعار الخضار النهارده الاثنين. طبعا حبيت اجيب لكم كده اسعار الخضار كده طازه فريش. انا لسه داخله حالا دلوقتي، لسه جايبه الحاجات وهصورها وانزلها لكم على طول في نفس اليوم. النهارده الاثنين 5 اغسطس، النهارده الاثنين يعتبر 5/8. فهنا البطاطس زي ما انتم شايفين، جبت بطاطس تحمير كده ما بستغناش عنها ابدا. الكيلو ب25 جنيه، جبت 2 كيلو ب50. البطاطس دي لا غنى عنها يا جماعه. بس خلاص الصراحه يعني بعملها كده صوابع للولاد، بيحبوها جدا. هنا بقى الليمون زي ما انتم شايفين كده، الليمون ده ب10. حلو برضو وجميل. يعني انتوا عارفين اسعار الليمون هي اللي يا دوبك اسعارها كويسه دلوقتي، لكن الاسعار في ارتفاع جامد والله العظيم. النهارده مش عارفه في ايه، كذا حاجه كده مرتفعين جدا. واعذروني بقى على الصوت كده، مش قادره اخد نفس، انا لسه داخله من السوق حالا. فحبيت ان انا كده اصور بسرعه وانزل لكم. طبعا الكوسه اللي انتوا شايفينها دي عامله 20 جنيه، الكوسه دي عامله 20. طبعا في الاسعار، في حاجات في ارتفاع وفي حاجات لسه ثابته زي ما هي، وفي حاجات مرتفعه جدا النهارده مش عارفه ليه. مع الحراره الحاجه بتبوظ، الجو لما سخن مش عارفه ايه الحكايه. هنا الباميه الحلوه دي زي ما انتوا شايفين كده، الباميه عامله 40، وفي 50. يعني في بياعين بتبيع ب40 وب45، وفي بياعين بتبيع ب50 على حسب الباميه. فالباميه اللي انتوا شايفينها دي جبناها على 40، حلوه كده وجميله زي ما انتوا شايفين، وصافحه كده وطازه. يبقى الباميه دي عامله 40 جنيه. شايفين حلوه جدا طبعا. والفواكه اسعارها طبعا عاليه. هقول لكم برضو في الاخر. والزيتون طلع يا بنات، الزيتون طلع حلو جدا، طلع اللي هو الزيتون التفاحي ده. بس اسعاره بصراحه غاليه نار. الزيتون عامل 40 جنيه و50 جنيه برضو الزيتون. وهنا الطماطم دي جبتها على 20، شايفين حلوه كده وجميله وصبحه ما شاء الله، عامله 20 جنيه. طبعا الوحشه عامله 15، ما بصراحه محدش يجيبها. فالطماطم عامله 20 النهارده. والزيتون زي ما قلت لكم، الزيتون طالع كده جميل. يعني انا هجيب، بس المره الجايه بقى هجيب شويه اخللهم ان شاء الله كده، اعملهم مخلل. وهنا جبت الفلفل ده. الفلفل ده عامل 15، وفي بياعين فلفل مش قوي شويه بيبقى عامل 10. بس الفلفل الحلو الكويس الجميل اللي انتوا شايفينه ده عامل 15 جنيه. يبقى الفلفل ده عامل 15. والخضرة هي اللي مفيش خضرة، ولما بتلاقي عند حد بتاخدي كده حزمة صغيرة بتبقى عاملة 5 جنيه. شايفين؟ وكمان وحشة كمان يعني. هطلع نصها في الغسيل وفي التنظيف، اللي هي حزمة الخضرة دي زي ما انتوا شايفين كده. كزبرة مفيش، قليلة جدا في السوق. ولما بتلاقيها هي الحزمة دي كده وبتطلعي نصها معظمها بايظ ب5 جنيه. فهي شحة من السوق جدا، مش عارفة ليه بصراحة. بس ربنا يلطف بينا. فهي الاسعار النهارده في حاجات كتيره زايده بصراحه. حاجات كتيره اسعارها غاليه، زي الباميه غاليه جدا. حاجات كتيره اسعارها غاليه. الله المستعان بصراحه. شايفين الفلفل جميل وصابح. وهنا بقى كده ندخل برضو. جبت الموز ده لان انا كنت جايبه مانجا من يومين، فمتبقى عندي في التلاجة، فما جبتش مانجا المره دي. جبت موز كده زي ما انتم شايفين. الموز ده عامل 20 برضو عشان الولاد بيحبوه، سهل كده في التقشير والولاد بياكلوه. فجبت موز النهارده لان الجو حر جدا، فما قدرتش الف ان احنا نشتري حاجات كتير. فانا حبيت بس افيدكم بالاسعار للناس اللي بتحب الاسعار وبتحب تعرف اسعار السوق يومك بيومك. فلما بجيب حاجه كده بصورها معاكم للي حابب يستفاد من الاسعار والاسعار في السوق عامله ازاي. كيس المخلل ده زي ما انتم شايفين كده حلو جدا وكبير بصراحه. جبت كيس كده لغايه ما اعمل مخلل، يعني مخلل. فجبت الكيس ده ب25. كيس المخلل ده عامل 25 جنيه يا بنات. شايفين؟ في بقى جزر، وفي خيار، وفي ليمون، وفي حاجات كتيره جدا جوه. تشكيله مخلل حلو، فيها فلفل كمان. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك يا بنات. ويلا بقى، سلام.